ويا سلام، بتحداكم تلاقوا أطيب من هالتحلاية الباردة، ولو بتلفوا العالم كله أطيب من هالتحلاية ما حتلاقوا. سهلة بسيطة، مكوناتها متوفرة بكل بيت، وعدا عن هيك قمة من اللذاذة. لازم تجربوها. وقلكم شو كمان، هذا أول حلو عملته بحياتي، فأكيد وبكل تواضع حكون فنانة فيه. يلا ننزل على التعليقات كالعادة، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. أيضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو فضلا ليس أمرا، هذا لو شايفين إنه أنا كملك بستحق اللايك. ونقول بسم الله ونبلش. بتشوفوا معي عندي هون كوب من السكر، بضيف عليهم كوب وربع من المي، رح أحط عليهم عصرة من الليمون أو شرحة من الليمون، وبرفعه على الغاز وبتركه أول ما بيغلي معي، بحسب له 5 دقايق بعد الغليان وبطفيه على طول تحته، بشيله على جنب. عندي هون قطعة توست، أنا حستخدم 6 للمقاس البايركس الحجم الوسط، تمام. وفيكم تستبدلوا الخبز التوست بخبز الفينو، بيمشي الحال. رح أشيل كليات الأطراف بهذا الشكل، بعد هيك بصفطه بالبايركس. هلا في حال حبيتوا تستخدموا خبز الفينو اللي هو خبز الحمام، ما بنقشره ولا شيء، بمجرد أنكم بتقطعوه لدوائر متساوية الحجم وبتصفوه بالبايركس، وبتمشوا بنفس الخطوات اللي حنعملها بخبز التوست. رح دخله على الفرن على الشواي من فوق. أول ما بياخد معي هذا اللون الأشقر الجميل ويتحمص معي كلياته ياخد نفس اللون، بقلبه على الوجه الثاني. كتير مهم عنا انه الجهتين عنا يتحمصوا، انتبهوا بس انه ما ينحرق معاكم، بيتغير معاكم كتير طعمه، عشان هيك خلوا عينكم عليه، هو بياخد لون كتير سريع. تمام، حمصته انا بهذا الشكل على الوجهين كيف ما عم بتشوفوا. رح تلاحظوا انه التوست ضم معاكم. هلا في هاي الحاله اول ما بتشربوه بالقطر يكون ساخن، رح يفرد معاكم عادي، ما تقلقوش. تمام، شوفوا اول ما شربناه بالقطر رجع التوست فرد معاكم. كمية القطر اللي أنا عملتها اتشربت عندي كل كمية التوست، يعني الكمية كتير مناسبة، ما تقللوا ولا تزودوا عن هيك، بيطلع معاكم سكرها 100% ممتاز، فما تزودوا عن هيك. عندي هون لتر من الحليب لحجم البايركس المقاس الوسط، تمام. بضيف عليه 4 معالق من السكر، مش أكتر من هيك، لأنه إحنا ضايفين قطر، ما بدنا كمية السكر تكون مبالغ فيها. رح ضيف على لتر الحليب 5 معالق كبار مليانين جبل من النشا، نشا الذرة، بحركه على البارد وبرفعه على الغاز مع استمرار التحريك. لسه هلا رح نضيف اضافات بتطلع معاكم بتشهي القلب. بس انتوا تابعوا معي الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا لي لايك كيف ما قلت لكم، كتير مهم لدعمي ودعم الصفحه. رح استمر بالتحريك وما هشيل ايدي منه ابدا لحتى ما يكلكع معانا. اول ما بيغلي معانا بهذا الشكل رح اضيف معلقه كبيره من ماء الورد، وفيكم تضيفوا معلقه كبيره من ماء الزهر. رح ضيف معلقه كبيره مليانه من القشطه، وباقي كميه علبه القشطه رح شيلها على جنب. هلا بقول لكم شو رح نعمل فيها. بدمج كل هاي المكونات مع بعض. طبعا هون انا طفيت الغاز تماما. بعد هيك باخد كمية الطبقة الكريمية اللي عملناها وبضيفها فوق التوست كيف ما عم بتشوفوا معي. بعد ضيف كليات الكمية، بتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة ما يقارب نص ساعة لأكتر، لما أحسه خلاص صار معي بارد. بعد هيك بداخله على الثلاجة من 2 لأكتر. بعد ما مرق عليه تقريبا هون بعد المغرب بكتير، بطلعه من الثلاجة وقت الضيافة. هون عندي باقي كمية علبة القشطة اللي قلت لكم خلينا نشيلها على جنب، راح تكون معي شوي كريمية، فأنا بتركها بدرجة حرارة الغرفة لحتى أقدر إني أفردها. هلا لو كانت معكم بالثلاجة حركوها هيك سريع بس، أو ممكن تضيفوا لها يعني نص معلقة صغيرة من الحليب وتحركوا سريع سريع حتى تقدروا إنكم تفردوها. تمام، بفرد كل كمية القشطة بهذا الشكل. وفي ناس كل كمية علبة القشطة بتضيفها بقلب الكريمة من جوا زي ما عملنا، بس احنا أخذنا معلقة، ولكن أنا بفضل إنه نص الكمية بالحليب من جوا والنص الثاني نضيفه على الوجه، طعمته هيك كتير أطيب. بزينه أنا بالفستق الحلبي، وهيك بحب أكسر لون بالورد المحمدي، وحقيقي بشهي القلب. لازم وضروري جدا إنكم تجربوه. شوفوا لي هالقطعة قديش متماسكة وقديش طالعة بتجنن، لازم تجربوه. صبايا وستات متابعين الحلوين، بالهنا والشفاء مقدما. بشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو كتير قريب، وباي باي.